دخلت جروب سبيك اب ولقيتهم بيتكلموا عن اعلان عمرو دياب انه اتشال، وان الاعلان ده اثار ضجه كبيره جدا، وانه بيتعدى على حدود اخرين. فكأي واحد مصري دخلت اشوف الاعلان ده بيتكلم عن ايه، وازاي الفكره دي عدت عمرو دياب والمخرج والمنتج، وازاي تعدى على حدود الاخرين. والاعلان زي كده. طبعا الستات ما تسكتش، نظريه المؤامره تشتغل. ازاي يتعدى حدود الاخرين مع ان اصلا العربيات كلها الخاصيه دي موجوده فيها؟ بره شغالين بالخاصيه دي عامه لان هم بيحتاجوها، لان في ناس يعني مثلا في اليابان ممكن حد يعدي يخبط نفسه في العربيه بتاعتك عشان يقول ان انت خبطتيه وياخد منك تعويض كبير. ليه نبص للحاجه دي انها مقصود بيها ان انا اصور بيها الستات؟ ما اعتقدش ان في واحد هيخاف ان حد يصوره في الشارع الا لو كان لباسه مقطوع. مفيش واحده هتبقى خايفه ان حد يصورها في الشارع الا لو مش واثقه في اللبس اللي هي لابساه. اعتقد ان انا اصور واحده في الشارع واخدها معايا دي، او اركب عليها صور سكس، دي انتهت من التسعينات. دلوقتي انت تخش على انستجرام، اخش على التيك توك، ما شاء الله الستات بيحاربوا ازاي ان هم يقلعوا اكتر. ليه ما نبصش ان خاصيه زي دي ممكن تساعد حد اتخبط وطلع يجري وتمسك وتصور نمره؟ ليه ما نبصش ان الخاصيه دي ممكن تساعد حد اتسرق ونجيب وش السارق؟ ليه دايما باصين ان كل حاجه بتحصل هي ضد المراه، وان دي مؤامره كونيه ضد الست؟ السلاح اللي انا هدافع بيه عن نفسي لو حرام اتعدى عليا هو نفس السلاح اللي انا اقدر اذي بيه اي حد وابلطج عليه واسرق منه اي حاجه. النقاب اللي الست بتلبسه عشان عفه ليها، اذا كان فرض او سنه، هو نفس النقاب اللي واحده بتلبسه عشان تتدرى فيه لو بتعمل حاجه غلط. قميص النوم اللي بتشتريه واحده لجوزها هو نفس قميص النوم اللي بتشتريه واحده شمال عشان تزني بيه. النت اللي انت قاعد عليه هو بيفتح مواقع السكس، وهو برضه بيفتح القرآن. الفكرة كلها انت استخدامك ايه؟ احنا مش هنخش في نية كل واحد. في واحدة كانت أجنبية، واحد راح ساعدها عشان عربيتها كانت عطلانة، وقف معاها وساعدها، اتبلت عليه ان هو اغتصبها واتحرش بيها. لولا الكاميرات اللي موجودة في الشارع ما كانش كان حقه ظهر، لانه كان واخد 16 سنة سجن. ولو الكاميرات دي غلط فاحنا نشيل الكاميرات اللي في الشارع، ما هي بتصور الناس في الشارع عادي جدا. اللي عايز يعمل حاجة غلط هيعملها مهما كانت القيود ومهما كانت الحاجات اللي هي ممنوعة منها. طالما هو نيته انه يعملها فهيعملها. لو افترضنا ان الست اللي وقفت وتصورت دي من عمرو دياب، لو شلنا الست وحطينا مكان عربية اتخبطت وهو لحق صورها، او صور نمر العربية اللي قدام منه اللي طلعت تجري، كانت الناس كلها هتفرح وهتقول شابوه العربية دي، وانها فكرة كويسة جدا ليها. لو الست دي مش موجودة واتصورت ان حد سرق والعربية صورته، كانت الناس هتشكر فيها وتقول دي فكرة كويسة جدا. بس هي الفكرة كلها عشان تحط ست وانها اتصورت، نظرية المؤامرة.